بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل روتين سهل وسريع مع بعض كده، بس قبل ما تدخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة. طبعا أنا جبت شوية خضار كده، كان ما عنديش حاجة في التلاجة خالص، فقلت بقى يا بنت ايه بنوتي ربنا يخليها لي يا رب، نزلت جابت لي من تحت البيت كده شويه حاجات كده في السريع. جابت لي فلفل رومي كده، وجابت لي خيار، وجابت لي ليمون، وجابت لي جزر، وجابت لي بطاطس وبتنجان وجرجير للسلطه. فجابت لي شويه خضار ما كانش عندي الصراحه في التلاجة اي حاجه من الحاجات دي. ربع الفلفل ب4 جنيه، وربع الليمون ب7 جنيه، والخيار هو اللي غالي ب15 جنيه، والبتنجان ب10 جنيه، والبطاطس الكيلو ونص ب10، بطاطس اللي هي النقطة حمرا الجميلة دي، والجزر كمان ب10 جنيه، وجابت لي جرجير الحزمتين بجنيه. هو أرخص حاجة في الحياة بصراحة الجرجير، غير كده كله بقى غالي جدا، حتى الخضار بقى غالي. بس احنا بنجيب كميات كده، يعني ايه تكفينا يوم او اتنين بالكتير قوي، يومين تلاتة كده ونجيب تاني. يعني مش بجيب كميات من الحاجات دي عشان انتوا عارفين الجو بقى حر والخضار بيبوظ بسرعة حتى لو كان في التلاجة. فانا بجيب من كل حاجة ايه نص 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 كده واكفي بيه نفسي. بس كان عندي طماطم الحمد لله حلوة وجامدة كده، بقى لها كام يوم في التلاجة. الطماطم هي اللي رخصت اوي الايام دي، التلاتة ب10 والاتنين ب10. لو عايزة تخزنيها الحقي خزنيها قبل العيد الكبير، هترجع تغلى تاني. فكان عندي طماطم بقى في التلاجة فما اشتريتش طماطم. والدرج كانت نضيف وكنت لسه منضفاه، حتى في قعره ورقة كده علشان الخضار ما يبقعش فيه ولا يوسخه. وبرص بقى حاجتي، بقى برص الخيار كده جنب الطماطم عشان كل حاجة تبقى باينة بالنسبة لي واعرف اخد منها. وهرص الفلفل برضو والجزر، كل حاجتي هرصها جنب بعضها كده علشان ايه تبقى باينة واقدر اخد منها في اي وقت. لو انت عايزه زي ما قلت لك تخزني طماطم الايام دي خزنيها وهي رخيصه كده. وكمان فرصه قبل تغيير الزرع هترجع تزيد تاني الطماطم، انتوا عارفين ان هي كل يوم الطماطم دي في سعر. انا الحمد لله مخزنه طماطم كتير، فبجيب بقى على قد استخدامي كده للسلطه وللطبيخ اول باول كده. طول ما هي رخيصه بجيب وما باخدش من اللي في الفريزر خالص. اهو احنا بنجيب الجزر برضو بناكله كده انا وولادي او نخرطه على السلطه. والليمون برضو حطيته في كيسته زي ما هو كده. على فكرة في كيسته احلى، لما بتحطيه كده بيبوظ، غير في الكيسة بحس ان هي بتحفظه. بصوا بقول لكم ان الفلفلايه دي لقيتها فيها حته كده مش مظبوطه، هستخدمها هي على طول علشان ايه لو قعدت هتبوظ. والبطاطس برضو هاخدها احطها بقى، انا بحطها في البلكونه. عامله جردل كده للبطاطس وواحد للبصل، فبطلعهم دول البلكونه. ودخلت بقى حطيت حاجتي ودخلت بقى في المطبخ كده، خدت البتنجانيه الكبيره الحلوه دي، قلت يا بت غزغزيها كده واقعدي غزي فيها كذا غزه كده في قلبها يعني علشان تستوي معايا بسرعه. احطها على عين البوتاجاز، حشويها على عين البوتاجاز، واعملها سلطه بابا غنوج او سلطه بتنجان، بتبقى حلوه قوي. ولقيت مع البتنجان بتنجانيه صغيره خالص كده ما تنفعش تتشوي، هتنشف معايا لو اتشوت. فقشرتها وقطعتها صوابع كده، وقعدت انا وبنتي ايه ناكلها واحنا في المطبخ كده. بصراحه كلها حديد وبتبقى طعمها حلو قوي في الاكل وهي طريه كده. وغسلت بقى خضار السلطة بقى، جزراية وفلفلاية وطماطم وخيار وجرجير، اي حاجة في السلطة حطيها بتبقى حلوة جدا. وهعمل بقى وهعمل طبق سلطة خضراء حلو كبير كده محترم. انا بحب السلطة جدا. انا ببشر الجزر بتاع السلطة، مش بحب اقطعه بالسكينة، بحب ابشره، بيبقى حلو قوي. اهو قطعت طبق السلطه المشكل المحترم ده، والله حاجه كده مش عايزه اقول لكم، فاخر من الاخر يعني. وهتبله بقى بملح وكمون وشطه، واحط عليه ليمون واحط عليه خل. هي دي توابل السلطه، بتبقى حلوه جدا السلطه دي. يا سلام لو قعدتيها شويه في التلاجة بقى، بتسقع بقى وتبقى ساقعه كده في التلاجة، بيبقى طعمها حلو قوي، بالذات في الحر يعني. كان في ناس كتير علقت لي على الاطباق اللي هي الصاج اللي انا بعمل فيها وبقطع فيها دي، دول انا عندي 2 بحب استخدمهم كتير قوي. الاطباق الصاج دي انا بحبها جدا بصراحة. الطبقين دول كانت جدتي ربنا يديها الصحة يا رب وطولة العمر كانت جايبهم لي ايام ما كنت بتجوز، ايام جهازي. فهم الصراحة منها، فانا هم عزاز عليا جدا، فبحب استخدمهم جدا في المطبخ. ومش عايزة افرط فيهم خالص. عندي حاجات كتير قوي بلاستيك وستانلس وميلامين وكلام من ده. بس انا بحب الاطباق الصاج دي اغسل فيها الخضار، اقطع فيها سلطة.
بصراحه بحبها جدا، وان هم من ريحه جدتي فعزاز عليا جدا، فانا بحب استخدمهم يعني على طول في المطبخ. جبت بقى بصلايه كده حمرتها تحميره حلوه قوي لغايه ما بقى لونها بني كده، بس مش محروقه عشان ما يبقاش الرز معايا ممرر ولا حاجه. بحمرها في زيت علشان تبقى حلوه، مينفعش تحمريها بسمنه للرز بتاع السمك بصراحه. اهي حمرتها كده، خدت لون بني كده فاتح وجميل. هروح بقى نازله عليها بالميه بتاعتي، بقى الميه على قد الرز اللي انت هتعمليه، وهملحها كده بحبه ملح وبس، ما بحطلهاش اكتر من كده. بس اسيب الميه تغلي وبعدين ننزل الرز. الرز ده بصوا بيبقى رز احمر طعم ولون، بيبقى طعمه حلو جدا ولونه حلو جدا. جربيه والله العظيم هيعجبك جدا ومش هتندمي. مع احترامي للناس اللي بتحط عليه صلصة وبتعمله بطرق تانية، بصراحة بالطريقة دي حلو جدا. لو جربتيه هتعمليه كل مرة بنفس الطريقة. ما تحطيش الرز طبعا غير لما المية تغلي. المية تغلي تحطي الرز علشان يبقى معاكي حلو جدا اهو. وظبطت المية بتاعتي والعقد بتاعه بقى مظبوط كده، واحطه على النار بقى لما ينشف بغطي عليه واسيبه يتلدم براحته بقى لغايه ايه ما يستوي بقى ويبقى طعمه حلو اهو. والبطاطس اللي احنا قشرناها وقطعناها مع بعض بحمرها اهو. بحمر البطاطس والبتنجانيه بعد ما اتشوت انا حطيتها وغطيتها علشان ايه اعرف اقشرها تبقى القشره سهله جدا. بصوا بقشرها بمنتهى السهوله. سلطه البتنجان المشوي دي بتبقى حلوه جدا، بيبقى طعم التدخين باين في البتنجان كده، بيبقى طعمه حلو قوي اهو. بقشرها تقشيره حلوه جدا ونتبلها بقى ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. اتمنى ان فيديو النهارده رغم ان هو بسيط جدا ويعني هتقولوا لي ما فيهوش يقولوا له يعني افتكاسات ولا حاجه، زي ما بنعمل كلنا وكلنا مش تايهين عن الكلام ده. انتوا كلكم ستات بيوت شاطرين وكلكم زي الفل واشطر مني بمراحل، بس انا حبيت اشارككم يومي النهارده واشارككم انا بعمل ايه في يومي. حتى لو كانت حاجات بسيطه دينا بنتسلى مع بعض كده، وممكن يكون في بنوتات صغيرين لسه بيتعلموا يتفرجوا ويستفادوا يعني من اي حاجه من اللي احنا بنعملها مع بعض. انا طبعا بعد ما قشرتها بهرسها بالشوكه كده وهي سخنه بتتهرس بسرعه يعني. وبتبلها بقى بحط لها ملح وحبه كمون وممكن حبه شطه، بس مش بحط لها توابل اكتر من كده. بحط لها بقى ليمون كتير بقى، حطي ليمون زي ما انت عايزه. البتنجان وسلطه البتنجان بتحب الليمون بصراحه، فحطي ليمون ايه زي ما انت عايزه. وبتحط لها ايه تاني يا لولو؟ بحط لها توم وبحط لها طحينه. الحاجات دي بتخلي سلطه البتنجان حلوه قوي. لو عايزه كمان تحط لها عود بقدونس ولا حاجه حطي بردك هتبقى حلوه مش وحشه. بصي بحط طحينه بيضه كده عليها وبكمل بقى ايه تقليب فيها وهرس فيها، بس خلاص خلصت. حاجه تعمليها في ثواني كده بيبقى طعمها حلو قوي، وبتبقى حلوه قوي جنب المشويات، جنب السمك المشوي، جنب الكفته، جنب الفراخ مشويه. بتبقى حلوه قوي الصراحه، من السلطات الحلوه جدا. وتقدري تحطيها في علبه في التلاجة وبتقعد عندك كذا يوم يعني ما بيجرالهاش اي حاجه اهو. هجيب طبق بقى ايه وافضيها فيه. طبعا هتقولوا لي يا لولو انت دخلتينا المطبخ كده وقاعده بتعملي سلطه وسلطه خضراء وبطاطس محمره ورز احمر وقاعده تشاركي معانا حاجاتك اللي بتعمليها في المطبخ، ما قلتلناش انت برضك هتعملي غدا ايه النهارده؟ طبعا كلكم بالتاكيد عرفتوا من السلطات اللي بعملها ومن الرز اللي عملته ان انا اعمل سمك مشوي، معروفه يعني. بيبقى يوم سهل كده ومريح قوي لما بتجيب السمك من بره مشوي الصراحه. بيبقى يوم سهل كده، بعمل بس شويه سلطات واعمل شويه رز، بيبقى الموضوع سهل وبتبقى اكله كده سهله وسريعه وطعمها حلو جدا وخفيفه في الحر ده الصراحه. البطاطس اهي بعد ما حمرتها والرز بعد ما استوى شايفين لونه جميل جدا. وسلطه البتنجان وكان عندي ليمون مخلل طلعته. والسمك المشوي الجميل اهو انا جبته مشوي ومتبل من بره جاهز على الاكل على طول. طعمه حلو جدا السمك، والرز جميل جدا جدا، لو جربتوه والله يعجبكم قوي.
اظن الاكله كده مش ناقصها اي حاجه خالص، اكله كامله متكامله وفي ثواني. يعني النهارده اليوم كان رايق كده وبسيط وكان سهل جدا. اتمنى ان يومي النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا لو حاجه بسيطه خالص. ولو عجبكم بالله عليكم حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الجديده لو تكرمتوا بالله عليكم. سلام عليكم.